حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. مفيش بيت إلا لما يكون فيه مراهق أو مراهقة. الفترة دي فترة صعبة جدا على الآباء والأمهات، يخلي بالهم منها كويس قوي. إن الفترة دي بيتحول الطفل لشاب أو البنت لأنسة، وبيحصل بعض التغيرات، فلازم ندي فكرة لأولادنا عنها عشان ما يتخضوش لما يشوفوا جسمهم بيتغير وصوتهم بيتغير وملامحهم بتتغير. البنت في فترة المراهقة بتبتدي تعلي صوتها على مامتها، بتبتدي تقارن بين لبسها وبين مامتها، وبتبتدي تقرب لباباها أكتر من مامتها، وتفرح قوي لما يحصل مشكلة بين باباها ومامتها. المهم هي انت لازم تقربي لبنتك وتعرفي ان دون مش بمزاجها، ده حاجة خارجة عن إرادتها. دي هرمونات هي اللي بتتحكم في تصرفات بنتك، هرمونات في مخها ما بتكونش واعية لتصرفاتها. هنا دورك انت كأم ان انت تقربي لبنتك، تكوني صديقة ليها، تكوني حبيبتها، تكوني عينيها، تكوني قلبها، تكوني ايديها، تكوني كل حاجة ليها. ولازم تبقى في ثقة بينك وبين بنتك عشان ما تخبيش عنك اي حاجة وتحكي لك. ما تلجأش لصديقة ليها او تبتدي بقى تشوف حد تاني قدام انت بتهاجميها. خلي بالك طويل على بنتك واسمعيها، لو في مشكلة بتواجهها اسمعيها وقولي لها رأيك، قولي لها رأي حل واحد اتنين. اختاري، لو ما عجباش رأيك قولي لها خلي بالك انت هتتحملي نتيجة قراراتك، غلط او صح انت اللي هتتحملي نتيجة قرارك. انا نصحتك وقلت لك رأيي. لازم تخلي بنتك تتحمل المسؤولية، تكون واعية لتصرفاتها. علميها تخاف من ربنا، علميها الدم بلغت ان في عقاب وفي ثواب وفي حساب، وان ربنا يحاسبها على كل كبيرة وصغيرة. علميها ما تحدش يشوف شعرها، ما تلبس ضيق قدام حد، تتكلم بحساب، تضحك بحساب. علميها ان ما تحكيش اسرار بيتها لزمايلها. خلي بالك انت مش بتعلمي بس لوحدك، انت مش بتأثري على بنتك لوحدك، في مؤثرات تانية خارج البيت، في مؤثرات في الشارع، في مؤثرات في المدرسة، في مؤثرات من الموبايل، في مؤثرات من التلفزيون، في مؤثرات من الأصدقاء. لازم تكوني واعية وتفهمي بنتك، فهميها ان هي لازم ترفع راسك، لازم تحافظ على نفسها وعلى شرفها. ما تكلمش شباب عشان اصلا حرام. غير كده كمان شباب اليومين دول الا من رحم ربي بيضحكوا على البنات. فهميها، قولي لها ان الشباب عشان بيوصلوا للبنات يقولوا لها بحبك، مفيش الكلام ده. اللي بيحب انسانه بيتقدم لها، اللي بيحب انسانه بيدخل البيت من بابه. ما ينفعش ان هي تنجرف ورا اي حد بيتكلم وتبقى هي عايزه تعمل تقلد وخلاص، تقليد اعمى. انت بتأسسي لازم تأسسي صح، تكوني قدوتها. تفهميها الصح من الغلط، تفهميها الحرام والحلال، تفهميها ان اصدقائها مين اللي تختارهم، البنت اللي تختارها ازاي، مواصفاتها ايه، تكون شبهها. ما تختارش حد زيها عشان مش زيها عشان ما تقلدهوش. يعني مثلا كنت وانا في المدرسة زمان كانت في واحدة صاحبتي مثلا عمها كوافير، فهي كانت بتقص شعرها. يعني واحدة تانية بقى راحت قصة شعرها زيها، يعني هنا يعني أثرت عليها. فما ينفعش، لازم نختار اللي يشبهنا، ما نختارش حد يعني مثلا مش شبهنا، فغصب عننا هننجرف لتصرفاته وهنعيش بشخصية غير شخصيتنا. انت لازم تبني بنتك بطريقة صح عشان هي بكرة هتبقى بنت مؤدبة ومحترمة، وده هيبقى في وشك انت، هيقولوا تسلم اللي ربت، تسلم اللي فهمت. لما يكون عقلها واعي وفي كلامها وتصرفاتها وفي تحركاتها هيقولوا مامتها ربتها تربية سليمة. وما تنسيش ان انت كنت في فترة المراهقة مريتي بالظروف اللي بنتك بتمر بيها، فانت اقرب واحدة ليها، لان انت كنت بتدخلي برضو الأوضة وتبقى عايزة تقعدي لوحدك، وتبقي برضو ما بتسمعيش كلام أهلك، بتبقي منجرفة لأصدقائك. فلازم تفهمي ان مش عشان تتجوزتي وخلفتي خلاص بقى يعني عايزة تربي ولادك بطريقة معينة. لازم تفهمي ان الزمن اتغير والولاد والبنات ما بقوش زي الاول. يعني زمان ممكن كانت البنت تخاف، دلوقتي البنت لا، بتبجح وبتقول وما بيهمهاش اي حاجة.
فتخلي بنتك محترمة كده ان انت تكلميها وتحتويها وتخليها تحكي لك كل حاجة وتفهميها بالراحة. اصدقاء بنتك لازم يبقوا اصدقائك، عشان هما لما يكونوا اصدقاء ليكي هيعملوا لك احترام، يعملوا لبنتك احترام، مش يتكلموا في حاجة خارجة. بنتك توديها وتجيبيها حتى لو في اعدادي مفيش مشكلة. ايه المشكلة انك توديها وتجيبيها؟ ده اصعب سن، وثانوي برضه اصعب سن. خلي البنت تعتمد على نفسها وتحمل مسؤوليتها، بس مع الرقابة. مع الرقابة. انا بابا الله يرحمه كان زمان كان يقول لي انا مديك المسؤولية، انا عارف انا مربيك ازاي، انا واثق فيكي. عمره ما جه سأل عليا في مدرسة ولا مش ورايا ولا اي حاجة زي اليومين دول. لا، كنت انا ذات نفسي لو هغلط كنت بقى عايزه ثقه بابا. لا، انا مش هغلط علشان بابا واثق فيا، انا استحيل اخذل بابا. بابا مديني الثقه، بابا محملني المسؤوليه، لازم اكون قد المسؤوليه قد الثقه. لازم ارفع راسه، لازم افهمه ان هو ربى صح. يعني بيبقى فيه حاجه كده قدامي، شعار كده قدامي، لو جيت فتره المراهقه بتفتكري الكلام باباكي وكلام مامتك فبتعملي بيه. قلتولي لا، لازم اثبت لهم ان انا قد المسؤوليه، لازم اثبت لهم ان انا مش هغلط، لازم اثبت لهم ان هم ربوني صح. فهميها ان البنت المحترمه ما بتكلمش شباب. فهميها ان البنت المحترمه بتلتزم بامور دينها ولبسها وتحترم باباها ومامتها واخواتها، وبتحترم الكبير وبتعطف على الصغير، وتكون هي في حالها وانت عارفه بقى لان انت مريتي بالظروف دي. ولازم تفتكري كويس قوي انت في سنها كنت بتتصرفي ازاي عشان تعذري بنتك في اي تصرف هي بتعمله غصبا عنها. تفهمي ان دي هرمونات هي اللي بتتحكم فيها. فلازم تحايلي بنتك وتخليها تتحمل المسؤولية وتبقي انت كل حاجة في حياتها. خليها لما تقع في مشكلة بدل ما تجري لصاحبتها تجري على حضنك، تجري على حضن امها حبيبتها. قولي لها يا بنتي حبيبتي انت اللي طلعتي بيكي من الدنيا، انا ماليش الا انت، وانتي مالكيش الا بنتك وهي ملهاش الا ليكي. فانتي عشان حتى الناس تدعيلك انك ربيتيها احسن تربية، وهي لما تكبر تقول الله يرحمك يا ماما ربيتيني احسن تربية وفهمتيني الصح من الغلط. مش انتي ما تبقيش سائلة فيها وكل اللي يهمك نفسك ومشغولة عنها وسايباها اللي تتكلم مع بنات وتتفرج على الموبايلات وتتفرج على حاجات ما يصحش تتفرج عليها عشان مفيش رقابة. مفيش رقابة. ده في بنات كنت بروح اجيب مثلا بنتي من المدرسة الاقي البنات ماشية مع بعضيها كده عادي بيهزروا ويضحكوا، وممكن عندهم استعداد يدنهم طول النهار في الشارع، ومامتها فين بنتك؟ لا، مع صاحبتها وخلاص. مفيش رقابة، مفيش متابعة، مفيش احتواء. فالبنات بتفسد بعضها. لازم بنتك دي تحطيها ايه جوه عينيكي كده وتفهميها ان الزمن اتغير، الزمن مبقاش زي الاول، الزمن وحش، مفيش صديق بقى مخلص زي الاول. البنات دلوقتي البنت بتبقى مخطوبة وبتاخد خطيبها، متجوزة وبتاخد جوزها، مبقاش في امان زي الاول. فلازم انت تكوني الظهر وتكوني السند وتكوني الحماية، تكوني عين بنتك وتكوني ايد بنتك وتكوني قلب بنتك. تعمليها بما يرضي الله عشان ربنا هيحاسبك على تربيتك ليها يوم القيامة، هيحاسبك على تأثيرك ليها، هيحاسبك على كل حاجة. ما تستخسريش فيها أي معلومة، ما تغيريش من بنتك. بنتك حتة منك لازم تكون في عينيكي وتقولي لها وتنصحيها، وما تزهقيش مرة واتنين وتلاتة وعشرة. تلاقي في الأرياف البنت بتبقى مثلا فترة المراهقة دي بتمر بسلام، غير مصر خالص. فترة المراهقة لما بتخاف تعمل أي حاجة غلط علشان عمها هيشوفها، خالها هيشوفها، خالتها هتشوفها، كله بينصحها لا ما تعمليش كذا، اعملي كذا. في كذا واحد بينصح ليها، لو ما سمعتش ده هتسمع ده، تسمع ده، كلهم ايد واحدة. هنا في مصر محدش بيسأل في حد. بنتي تقف مع حد محدش بيقول لها انت فين، بتكلمي مين، ما بتكلميش مين. ممكن كمان تكون ماشية مع ولد ويخافوا يقولوا لباباها او مامتها ان احنا شفناه مثلا ماشية مع ولد او بتكلم ولد، يقول لك يا عم انا مالي، انا هجيب مشكلة لنفسي ليه، هم حرين ما بكرة يعرفوا. غير في الارياف، الارياف بيخلوا بالهم من بعض. رخت تلاقي البنت بتمر الفترة دي بسلام. هنا محدش عارف حد. والبنت كمان في الارياف بتلاقيها ايه يعني بتخاف على مامتها وبتحب مامتها، حتى لما يكون معاها حاجه بتدي مامتها، بتدي اخواتها. بيطلعوا من صغرهم بيدوا اهاليهم ويدوا اخواتها ويدي باباها وتدي ستها وتدي عمتها وتدي خالتها. غير في مصر هنا تلاقي العيل اناني،
تلاقي العيل مثلا ايه يكون معاه حاجه ياكلها لوحده، ما يعزمش مثلا على مامته، ما يعزمش على حسب بقى التربيه والله اعلم. تلاقي نسبه العقوق هنا في مصر او في اي بلد تانية تلاقيها كبيره، يعني يحطوا مثلا الاب او الام في دار المسنين. في الارياف استحاله تلاقي حاجه زي كده، عيب عيب يحط امه او ابوه في دار المسنين اللي تعبوا عليه وصلوه راجل او ست. يعني عندهم اهلهم، امه وابوه واخواته اهم من مراته. ليه؟ عشان التربيه سليمه، تربيه سليمه، وعارف يعني ايه عقوق ويعني ايه صله رحم ويعني ايه حرام ويعني ايه حلال. هنا احنا سايبين عيالنا كده، احنا بنريح دماغنا، العيل يقعد يزن عشان تخلصي منه، بتديله الموبايل، بتفتحي له التلفزيون، يقول لك هنزل لصاحبي روح، هنزل اروح لصاحبتي روحي عشان تريحي دماغك. ما فيش طول بال، وانت اللي هتندمي بعد كده لو بنتك بعد الشر وقعت في اي غلط لا قدر الله، انت اللي هتشيل الطين وانت اللي هتندمي وهتقولي يا ريتني. بس كلمة يا ريت عمرها ما تعمر بيت. افتكري كويس ان انت مريتي بالمرحلة دي، ودي اصعب مرحلة اي بنت بتمر بيها، عينك في وسط راسك. والله يكون في عون اللي معاهم بنات والشباب كمان، الشباب دلوقتي برضو الله يكون في عونهم. البنات والشباب احنا في زمن اساسا صعب، والنت والانترنت والتيك توك والحاجات دي برضو بقت صعبة، وما بقناش نعرف نتحكم في ولادنا. بس في حاجات كتير قوي ان شاء الله باذن الله طولة ما بتدعي لهم، وان ربنا يحميهم وربنا يوفقهم، وادعي كده يا رب، هم مواضيع عندك ربنا يحفظهم يا رب، يحفظ بناتنا وبنات المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين، وينصرهم ويحفظهم ويحميهم يا رب من كل حاجة وحشة في الدنيا. عيالكم أمانة، أمانة في رقبتكم وهتتحاسبوا عليها اليوم الدين. خلي بالكم من ولادكم، خلي بالكم من بناتكم، في أمان الله.